السلام عليكم احلى متابعين. الروزماري او الميرامية، عاوزين نعمل فوائد، نشوف فوائد الروزماري او الميرامية او اكليل الجبل. ده على فكرة النبتة دي غالية جدا وقيمة جدا وليها فوائد كتير واستخدامات كتير. في ناس تقول طب استخداماتها ايه؟ انا هستخدمها، احطها ايه في المية الاول، بس نديها شطفة حلوة. شطفناها كده تمام، وهنحطها في المية اللي احنا بنشربها العاديه، اللي احنا بنشربها. اشمعنى؟ هتعمل ايه؟ بتبقى مفيده جدا ومريحه للمعده وفيها حاجات كويسه جدا للمعده اهي. ده اول استخدام. تاني استخدام، عندك شامبوهات زي دي. طبعا الشامبو ده مش مجهول الهويه، ده من دكتور كان كاتبهولي بتاع اعشاب. طبعا انا هكثفه وازوده واحط له الميراميه اللي هي الروزماري، النباتات دي تمام. النبته دي مفيده جدا بس مش هكسر منها لانها بتعمل شيب شعر، مش بكثرتها برضو. فدي بتعمل ايه بتخلي البصيلات الشعر الدم يتدفق في الشعر وبيزيد من البصيلات تمام كده. وهنزل في الشامبو بتاعي تمام. خلاص زي ما انتم شايفين كده استعملنا الروزماري ده كده تمام في الشامبو علشان بيعمل تدفق للدم. طبعا الناس اللي هي بيجي لها صلع وراثي وشعر بينزل وكل ده بيبقى من ايه، من التوتر، بيبقى من التوتر والقلق اللي احنا ايه بنعيشه في حياتنا كده وايه، والضغوط اللي هي الكتير تمام. وبديله كده ايه رجه وبسيبه وبحطه في مكان معتم تمام. طبعا بقى الزيت الترند اللي هو طالع جدا هعمل لكم عنه فيديو برده، فيه روزماري اهو من اللي هو المجفف، وبرضك هنحط روزماري من الاخضر مفيش مانع، ده بيزود منه القيمه بتاعته، بيخليه احسن واحسن، بيخلي برضو تدفق الفروه والبصيلات في الشعر وحلو برضو جدا. برضو بنحطه في مكان ايه معتم، يعني مثلا بتعمل له ورق فويل او كيس اسمر او الحاجات دي بقى وايه، وتزودي ايه وتحطي إيه الروزماري. خلاص احنا استعملناه كده ايه في الزيوت وفي الشامبو وفي الميه هنشربه، هيبقى مفيد جدا لينا. طبعا بيريح المعده والقولون وبيزود الذاكره. طبعا ممكن نعمل منه نعمله مغلي، نشربه مغلي، وممكن يتشرب مع الشاي كمان. وهنستعمله في المكرونه، هنعمل فيديو مكرونه للروزماري دون واللحوم والاسماك. يعني هو ده دايس في كل حاجه، دايس في كل حاجه، وليه فوائد ايه كتيره قوي وايه وعديده تمام. فيا جماعه ظهرت نبته الروزماري دي هي نبته غاليه بس نبته مفيده جدا، فما تستهتروش بيها. يلا ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم. كان فيديو النهارده عن الروزماري وعن فوائد الروزماري. ادي احنا قلنا استعملناه في الميه العاديه كمان اهو، حطيناه في الميه تمام. الشامبو، الزيوت، الاكل، الشرب، اللحوم. طبعا بقى هبقى اعمل لكم فيديوهات في اكل عن الروزماري كده. يلا السلام عليكم. لا تنسوا الصلاه على رسول الله. ده كان فيديو النهارده عن الروزماري. السلام عليكم. السلام عليكم احلى متابعين. الروزماري او الميرامية، عاوزين نعمل فوائد، نشوف فوائد الروزماري او الميرامية او اكليل الجبل. ده على فكرة النبتة دي غالية جدا وقيمة جدا وليها فوائد كتير واستخدامات كتير. في ناس تقول طب استخداماتها ايه؟ انا هستخدمها، احطها ايه في المية الاول، بس نديها شطفة حلوة. شطفناها كده تمام، وهنحطها في المية اللي احنا بنشربها العاديه، اللي احنا بنشربها. اشمعنى؟ هتعمل ايه؟ بتبقى مفيده جدا ومريحه للمعده وفيها حاجات كويسه جدا للمعده اهي. ده اول استخدام. تاني استخدام، عندك شامبوهات زي دي. طبعا الشامبو ده مش مجهول الهويه، ده من دكتور كان كاتبهولي بتاع اعشاب. طبعا انا هكثفه وازوده واحط له الميراميه اللي هي الروزماري، النباتات دي تمام. النبته دي مفيده جدا بس مش هكسر منها لانها بتعمل شيب شعر، مش بكثرتها برضو. فدي بتعمل ايه بتخلي البصيلات الشعر الدم يتدفق في الشعر وبيزيد من البصيلات تمام كده. وهنزل في الشامبو بتاعي تمام. خلاص زي ما انتم شايفين كده استعملنا الروزماري ده كده تمام في الشامبو علشان بيعمل تدفق للدم. طبعا الناس اللي هي بيجي لها صلع وراثي وشعر بينزل وكل ده بيبقى من ايه، من التوتر، بيبقى من التوتر والقلق اللي احنا ايه بنعيشه في حياتنا كده وايه، والضغوط اللي هي الكتير تمام. وبديله كده ايه
رجه، وبسيبه وبحطه في مكان معتم. تمام. طبعا بقى الزيت الترند اللي هو طالع جدا هعمل لكم عنه فيديو برده، فيه روزماري اهو من اللي هو المجفف، وبرده هنحط روزماري من الاخضر مفيش مانع، ده بيزود منه القيمه بتاعته، بيخليه احسن واحسن، بيخلي برضو تدفق الفروه والبصيلات في الشعر. وحلو برضو جدا. برضو بنحطه في مكان ايه معتم، يعني مثلا بتعملي له ورق فويل او كيس اسمر او الحاجات دي بقى، وايه وتزودي ايه وتحطي إيه الروزماري. خلاص احنا استعملناه كده ايه في الزيوت وفي الشامبو وفي الميه، هنشربه هيبقى مفيد جدا لينا. طبعا بيريح المعده والقولون وبيزود الذاكره. طبعا ممكن نعمل منه نعمله مغلي، نشربه مغلي، وممكن يتشرب مع الشاي كمان. وهنستعمله في المكرونه، هنعمل فيديو مكرونه للروزماري دون، واللحوم والاسماك. يعني هو ده دايس في كل حاجه، دايس في كل حاجه، وليه فوائد ايه كتيره قوي وايه وعديده. تمام. فيا جماعه ظهر نبته الروزماري دي هي نبته غاليه بس نبته مفيده جدا، فما تستهتروش بيها. يلا ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم. كان فيديو النهارده عن الروزماري وعن فوائد الروزماري. ادي احنا قلنا استعملناه في الميه العاديه كمان اهو، حطيناه في الميه. تمام. الشامبو، الزيوت، الاكل، الشرب، اللحوم. طبعا بقى هبقى اعمل لكم فيديوهات في اكل عن الروزماري كده. يلا السلام عليكم. لا تنسوا الصلاه على رسول الله. ده كان فيديو النهارده عن الروزماري. السلام عليكم.